في حب أبو تريكة. أبو تريكة رفض لعب مباراة السوبر المصري قبل القصاص لشهداء بورسعيد، وتم تغريمه 80,000 دولار كأعلى غرامة اللاعب في تاريخ الكرة المصرية، بالإضافة لسحب شرط القيادة مدى الحياة وإيقاف شهرين. الأهلي كسب دوري أبطال أفريقيا 2012 في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر. وقتها لعيبة الأهلي اتنازلت عن مستحقاتهم في النادي، ومنهم اللي دور على مصلحته وساب النادي ومشي بسبب قلة عقود الرعاية في النادي. بعد تطبيق العقوبة على أبو تريكة جاله عرض من بنياس الإماراتي إعارة لمدة 6 شهور ب2.5 مليون دولار. وافق مباشرة بدون تردد. أبو تريكة لعب مع بنياس 11 مباراة، كل مباراة فيهم ساب بصمة تذكر وتضاف له في تاريخه المشرف. في ال11 مباراة كان سبب في وجود بنياس في المربع الذهبي لأول مرة في تاريخه، وصعوده لدوري الخليج العربي بعد غياب 12 سنة بهدف أبو تريكة في الدقيقة 90، ووصول بنياس لنهائي كاس رئيس الدولة. مكاسب بنياس من صفقة أبو تريكة أغلبها كانت مادية من وراء الدعاية والإعلانات اللي دخلت للنادي في وجود أبو تريكة، اللي استغل شعبيته في مصلحة النادي. ويبقى النادي الأهلي وقتها خرج من وراء الصفقة بمجموع 4 مليون دولار كحد أدنى، واللي وقتها المبلغ ده حل أزمات كتير جدا جدا. لما فترة إعارته انتهت مع بنياس ورجع مصر، اتبرع بمستحقاته اللي كسبها من رحلة الإعارة لصالح أهالي شهداء مذبحة بورسعيد في ذكرهم الأولى. دي كانت المرة الوحيدة اللي أبو تريكة لبس فيها تيشيرت بعد تيشيرتات الأهلي، ثم لبسه كان علشان مصلحة النادي في وقت كان الجنيه بيخرج من خزينة النادي بصعوبة جدا. كل مليم جاله من فترة الإعارة دي كانت اللي استفاد منه هو كل اللي حواليه إلا هو. دي ما كانتش المرة الأولى اللي أبو تريكة يضحي فيها بكل حاجة حلوة لصالح اللي حواليه. علشان كده بنقول إن أبو تريكة فارق بسنين ضوئية عن أي لاعب مصري تاني. وبعد كل ده بيسألوك انت ليه وصلت لأقصى درجة في حبك لأبو تريكة.